ما رأيك؟ ما كان الخطأ؟ هي كرة قدم، لا أعتقد أنه كان هنالك أخطاء. هنالك فريق لعب أفضل، وهنالك فريق لم يستغل الفرص التي أتيحت له. كان بإمكاننا أن نسجل ولم نتمكن من ذلك لسوء الحظ، ولكن قدمنا كرة قدم جميلة وأظهرنا أنه بإمكاننا ننافس في هذا المستوى. أعتقد أن فرنسا كان محظوظا اليوم. لا زلتم أبطالا، ذهبتم بعيدا في هذه المسابقة. لم يسبق لأي منتخب إفريقي أن يصل إلى هذه المرحلة، وستلعبون ضد كرواتيا في المباراة القادمة وأنتم واجهتموها. إذن تشعرون بالراحة والرفاهة للحصول على المركز الثالث. فعلا قبلناهم في مرحلة المجموعات، لم تكن مباراة سهلة، ولكن في هذه المرة سيخرج فائز وحيد، ونريد أن نفوز بهذه المباراة وسنحاول ما في وسعنا حتى نعود خلنا أقول لك اليوم أعتقد أن كل عربي فرحان بما قدم المنتخب المغربي وبما قدمته بكل تأكيد في هذه البطولة، وما في حد زعلان بكل تأكيد من حتى خسارة أمام منتخب فرنسا. لا اولا الحمد لله على الوجه المشرف اللي دار به المنتخب الوطني منذ بدايه ديال هذه البطوله. الحمد لله كيف قلتي، هذا افتخار لنا للشعب ديالنا اولا، والشعب العربي كامل اللي كان السند ديالنا، كذلك الشعب الافريقي اللي كان في ظهر ديالنا. الحمد لله اليوم حققنا واحد الانجاز اللي يمكن لنا اننا نفتخروا به السنوات الجايه، لا مع عائلاتنا لا مع الشعب ديالنا. كنتمنى كنا ناويين على اننا نحققوا لهم واحد تاهل تاريخي للنهائي ولما لا الفوز باللقب. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اليوم انتهت الرحله ديالنا امام منتخب اللي كبير، منتخب صعيب، منتخب بطل العالم. الحاجه الوحيده اللي يمكن لنا اننا نفتخروا بها هي اننا قدمنا كل ما عندنا، كل ما عندنا التضحيات الواجب الوطني. الحمد لله كنظن بان الكل شافنا هذه المقابله وحنا فخورين بهذا الجمهور الكبير. مباراة المركز الثالث أعتقد أنها اليوم باتت مهمة وأيضا مطلب وطني اليوم، أعتقد بالنسبة لكم فرصة عظيمة. أكيد نتمنى إن شاء الله على أننا ناخذوا هذا اليومين نرتاحوا مزيان ونستعدوا لهذه المباراة المهمة بالنسبة لنا حنا كلاعبين ولا بالنسبة للشعب المغربي. نتمنى أننا نحققوا فيها الفوز ونظفروا بميدالية الفضة النحاسية إن شاء الله. مركز الثالث. شكرا. المنتخب المغربي وليد الركراكي. سي وليد، اهلا وسهلا بك مره اخرى. فرحتي الشعب المغربي في مباريات سابقه، اكيد الجميع فخور باللي قدمته. شنو كان ناقص اليوم للمنتخب المغربي؟ يمكن ماشي لا بريسيون، باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره. فينال لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتي زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش، حق ضيعنا بزاف كوري في بروميير ميطون، الحمد لله ما سجلوش الثاني. دوزيام ميطون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، درنا تري بون دوزيام ميطون، وشفتي لا موندغ ايغور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي، عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون. اللي مهم اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. بديتي البطوله كلها باربعه ديال المدافعين، اليوم لعبتي بثلاثه. واش ممكن تشرح لنا السبب؟ لا، السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال الاول. اللي ماشي لا تاكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم. يا با دو ريغري افوار في المونديال. ماشي مقابله ما كانش سهله، بصح كنا كان عندنا الحلم باش نمشيو للنهائي. كنا تايقين بان غادي نفوزوا بهذه المقابله. ما كتبش، كانوا الدراري داروا مقابله كبيره، المجهود كان جبار، كانوا عندنا فرص. الحمد لله على هذا الاداء ديال الدراري. بقى مقابله واحده خصنا بجديه ديال المقابلات اللي دازوا. هادشي اللي كاين. اكيد ما كانش سهل على انه يتم الاصابه ديال كل رومانسيس ونايف اكار. تعودتي على انه تلعب معهم قبل انطلاق المباراه، كانت شويه صعيبه بالرغم من الاداء الجيد لكل من اليوم خضري.
لا صراحة الدراري اللي دخلوا لا جواد لا داري يعني ادوا واحد الاداء كبير وكانوا في مستوى كبير. صراحة يعني ما حسيناش بابسونس ديال لا رومان لا نايف، وكنبغي نهنيهم. يعني صراحة هذا الجروب بين بأن قادر يتنافس مع أكبر المنتخبات. اليوم فكما شتي يعني كنظن الهدف الأول شوية صعب علينا المقابلة، ولكن هي هذه كرة القدم. يعني المنتخبين بأن عنده شخصية، كانوا فرص من بعد الهدف، ومن بعد يعني جات واحد الفرصة ديالهم اللي كما شتي واحد الكرة يعني فيها شوية ديال الزهر فاتماركا بالثاني. على أي يعني المنتخب دار واحد المقابلة كبيرة صراحة، الأداء كان كبير. ابتسامة ديالك فين هي؟ ديما كاينة. تبارك الله عليك يا سي المنوي، شكرا لك، بالتوفيق في المباراة المقبلة أمام منتخب